ازيكم عاملين ايه؟ ناس كتير عارفة ان انا اليومين دول واخدة دور كده حساسية، كحة وازمة. عندي حساسية على الصدر يعني، وباخد بخاخات. بس انا كنت مستغربة جدا، انا بقالي سنتين ما حصلش عندي الدور دوت او اكتر. كنت باخد دور برد عادي وما كانش بيحصل، الحمد لله. كان الموضوع بالنسبة لي تمام، كان بيعدي. بقالي سنتين او اكتر ما اشتريتش البخاخة، فكنت مستغربة ايه الجديد، ايه اللي حصل. بس انا النهارده اكتشفت ايه الجديد. بصوا، كان جالي برفيوم هدية براند، بدون ذكر اسامي. فانا عجبتني ريحته، فانا كنت بقالي اسبوع كل ما بخرج بحط منه. ارجع عندي الازمة، مش في دماغي تماما ان ممكن يكون حاجة زي كده ممكن تدور. براند كبير، حاجة غالية، من الحاجات اللي بنسمعها الممثلين بيحطوها. بس انا اكتشفت ان ده ولا ليه قيمة. بقالي سنين كتير بستعمل برفانات اورفليم، عمري ما رشيت اي واحد فيهم اذاني. هو فعلا منتجات طبيعية 100%. في حاجة مضرة بتتحط في اللي انتوا فرحانين بيه، وفي حاجات مش مضرة بتتحط في البرفيوم بتاع اورفليم. في فرق بين شركة بتتكلم على منتجات طبيعية 100% عمرها ما هتضرك ولا هتضر البيئة اللي حواليكي، وفي فرق بين حد عايز يبيع حاجة عالية، معروفة مشهورة، الناس كلها ماشية وراها. انا حسيت دلوقتي بالفرق، لاني انا كنت مستغربة. انا باخد البخاخات وباخد المضاد حيوي وباخد متابعة مع دكتور، وانا بسوق مش عارفة انا بعمل ايه. يعني ايه اللي بيحصل؟ عشان بخرج، طب انا مضطر اخرج علشان انا مديه كلام يعني واعده ناس ان انا اقابلهم او عندي ميتنج معاهم او كان بيحصل طول عمره. ايه الجديد؟ فاكتشفت النهارده ان الجديد ان انا كنت صحه كويسه جدا ونازله. اول ما رشيت البارفان الازمه جت، مش عارفه اخد نفسي، عماله انهج. ففهمت هي الفكره في ايه. كل البيت عندي بيستعمل برفانات اورفلام، ولادي وجوزي وبنتي وانا. ده الجديد عليا. فبجد الموضوع مش موضوع دعايه، ومش موضوع ان انا عشان شغاله في اورفليم. لا، انا بقول لكم تجربتي. انا فعلا ما اتضرتش من اي نوع من سبراي او برفان لاورفليم، ودوت حاله مرضيه. لكن اي حاجه تانية بستعملها بتضرني. اكيد في فرق، اكيد في فكر، اكيد الكلام مش بالساهل. اكيد منتجات طبيعيه ما تضرش حد، هي فعلا ما بتضرش حد. حبيت بس انقل لكم تجربتي، يا رب اكون بفيدكم يعني، مش اي كلام وخلاص. بس انا حبيت اسجل لكم الفيديو ده. شكرا لكم.